لو أخذنا نبتة وزرعناها بتربة صالحة أكيد راح تنطينا نبتة صالحة، والعكس صحيح. الفكرة ببساطة هي إنقاذ الأطفال المشردين والأيتام من واقعهم الحالي وتحويلهم إلى عناصر فعالة بالمجتمع. وبحكم تخصصي بمجال علم النفس طورت برنامج علاجي من خلال تنمية المواهب للأطفال، اللي من خلاله حولنا الأطفال إلى فنانين ومبدعين. احنا مو دار للأيتام بالشكل التقليدي، احنا بيت يصنع الإنسان الحقيقي المبدع، والدليل اسم المشروع هو البيت العراقي للإبداع. الحمد لله خرجنا 150 مستفيد من البيت العراقي بعد ما وفرنا لهم الفرص في الحياة، وفي نفس الوقت عندنا 40 مستفيد من عمر 3 سنين إلى 17 سنة. دائما الأمل والحلم مترابطين مع بعض وهم وقود الحياة، لذلك أمنيتي أن أبني بيت كبير للأطفال الأيتام والمشردين بكل وسائل التربية والتعليم والترفيه وتنمية المواهب، ونضع الخطط والبرامج لكل أطفال العراق، وأسميه مؤسسة الطفل العراقي. الإنسانية ما لها وطن ولا دين، وقمة الرضا بالنسبة لي لما أشعر بقيمتي كإنسان خلق رب العالمين حتى يكون خليفته في الأرض.